انا قلت لك فيريرا ده راجل مجرم. انا عايز اعرف فيريرا ده، سؤالي واضح، هو مال الام اللي جاب امه بنادي الزمالك الجزمه القديمه ده؟ انت فوقتني دلوقتي خلاص. عايز اعرف عشان جه زعلان على الزمالك وكده، صح؟ انا مش فاهم. ويا كريم حسن شحاته، يعني ايه الخبر العظيم اللي انت منزله عندك في قناه النهار ان فيريرا بينصح ميدو يمشي وزعلان على ميدو؟ هو مال امه، ما يحترم نفسه. هذا الحقير اللي راح دوله حقيره اسمها قطر. انا عايز اقول لك بس حاجه على موضوع ال7 دقايق. يمكن ناس كتير بتتكلم، حتى الزميل كريم حسن شحاته قال ان 7 دقايق كتير، جهاد جريشه حسب 7 دقايق كتير. فانا قلت للفريق العمل هاتولي الجون وقع من الثانيه كام للثانيه كام ومن الثانيه كام للثانيه كام. طلع ان الجون فقط محمود حمدي فقط وقع 5 دقايق الا 20 ثانيه فقط، من غير تغييرات ولا انذارات ولا لعيب تاني وقع في الوقت الضايع ولا الاهداف ما جت والاحتفال بيها. خالد هجيبها دلوقتي على الشاشه. ركز معايا. اتفضل. مركز اهو. بعض اعضاء النادي لما بيبقوش بيشتغلوا في النادي بيكرهوا النادي. مع احترامي الكابتن حسن شحاته احسن مدرب مصري في مصر. خلاص، بس لو كان بيدرب في الزمالك كريم كان يقول لك الزمالك ليه ربع ساعه وقت ضايع. اهدى يا كريم، اهدى يا كريم، اهدى يا كريم. اخر انذار ليك انت واسلام صادق. اهدوا انتوا الاثنين. طارق يحيى، انت راجل غلبت بضربات الجزاء المشكوك فيها واللي حصل، تمام؟ وطلعت قلت نادي الزمالك اللي رباك وعمل اسمك وانت جاي من الزمالك كلين ان نادي الزمالك دون لعيبته ما عندهاش روح، ما عندهمش روح رياضيه، تمام؟ انت قلت لي اعتذر مش قضيه. انتوا ليه بتغلطوا في النادي بتاعكم؟ انا اعذر، عبد الحليم علي ده مش مشي؟ رجع ولا ما رجعش؟ رجع. ميدو رجع. مدحت رجع. لا هو بص يا سياده المستشار، انا موضوع كريم بالذات في حاجه، يعني انا كاعلامي وانا هو زميل اعلامي، انا اعلامي زيه، بس انا لو مثلا فعلا ان ال7 دقايق بتوع الزمالك دول، وهو كمان زملكاوي يعني ابن كابتن حسن شحاته، ففعلا لو هم ما فيش وقت ضايع فعلا وهو بيقول فعلا الحقيقه على ارض الواقع، فما حدش يقدر يتكلم. لكن اما يكون فعلا في 8 دقايق او 9 دقايق وقت ضايع ويقول لا 7 كتير، هنا بقى بيبقى اللغط يا سياده المستشار. يعني انا هجيبها صوت وصوره دلوقتي قدام الناس. انا عايز اقول لك حاجه، انت مش دخلت النادي لقيت اكبر حديقه اطفال باسم الكابتن حسن شحاته؟ صحيح. حد طلب مني اعمل دون؟ لا. انا مش بجامل حسن شحاته، ده حق حسن شحاته، بس للاسف الكابتن حسن شحاته كريم بتصرفاته واسلوبه بيكره الزملكاويه في حسن شحاته. انا عايز اجيب حسن شحاته، بس الناس هاجت عشان ازاي ده الراجل اللي ابنه بيشتم النادي كل يوم. خلي بالك. فمن فضلك يا اخي كريم مش هتكلم تاني، اهدى. طبعا ماتش امبارح بتاع النادي الاهلي بتاع 6 دقايق بصراحه، لا هو المفروض الاهلي كان ليه ربع ساعه وقت بدل ضايع، لان ايه جول؟ لا كان لازم يجي 3 جوال في شوط غريب. ولا ايه رايك يا كريم؟ ولا ايه رايك يا حبيبي؟ والزمالك لا بس هو قال امبارح برضه ان 6 دقايق كتير. قال ان امبارح 6 دقايق كتير على الاهلي برضه، بس عشان يبقى فيه توازن. لكن انا بتكلم على طيب انا استاذ مرتضى عايز اسال حضرتك سؤال، بس الناس كلها بتساله دلوقتي بعد عمليات التغيير في جهاز فني عليه اجماع زملكاوي بقدر ما وعليه موافقه من حضرتك بتزكي هذا الجهاز، هل بقى هيكمل الجهاز ده للاخر؟ يعني هل هو الناس هي بتسال السؤال دوت؟ لان نتائج برضه هل الجهاز، لان دلوقتي ميدو مثلا بكره ممكن الدنيا تخون ولا قدر الله مثلا. يا فندم ميدو اتغلب قبل كده وقعد خلاص، وفريق اتغلب قبل كده في تونس 5 وقعد. صحيح. اذا حضرتك كرئيس نادي الزمالك بتقول ان الجهاز ده مكمل وانت في ظهره. انا بطلب بس حاجه وقلتها لهم النهارده، جهاز ولاعيبه اتقوا ربنا. اوعى تظلم تاني، اوعى تظلم واتقي ربنا جوه المستطيل وبره المستطيل. بص انا واثق من ميدو وحازم وكابتن محمد صلاح وعبد الحليم علي ومدحت في عدم الظلم دي بالذات. لان يعني هم بالذات ميدو وحازم امام وعبد الحليم علي يعني دول لان انا عاشرتهم. لا شخصيات محترمه كلهم. يا استاذ الفاضل الفريق كان فك، خد مني انا. حضرتك ما هو ده اللي مزعلني منك يا احمد، انت مش جوه انا جوه. لا ما انا قلت يا استاذ لا بس حضرتك ما شفتش اول حلقه، هو قال يعني اداريا انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل. هو انت حضرتك قلت ان الشخصيه مش قويه يعني. استاذ مرتضى مش احنا متفقين ان حضرتك رئيس نادي الزمالك بتاخد القرار وان احنا ممكن نتفق ونختلف زي ما احنا عايزين، صح ولا لا؟ عايز اقول لك حاجه، هو في مشكله في مصر. هي المدرجات اللي كانت قايله للسقوط دي بقى لها 40 سنه عندها قرار ازاله. كان في بني ادم يجرؤ يشيلها، اللي واحد اسمه مرتضى منصور. لا فاكر ايامها بقى على الفيسبوك انا الالتراس، وقلت لو راجل فيكم يقرب بوابه النادي هنلاقي هو ابوه وامه على الباب، حد قرب من البوابه؟ تعال شوف النادي دلوقتي عامل ازاي. خلي بالك
بيروحوا يهجموا كل شويه على النادي الاهلي. بس عايز اقول لك حاجه برضه، يعني لو حد قرب علقه هو، بلاش ابوه وامه. لا هو الفكره بس قبل كده ابوهم عشان ما عرفوش يربوها. لا هو استاذ مرتضى احنا متفقين على حاجه، في مجلس اداره وفي رئيس نادي، ورئيس النادي بياخد القرار يعني وبيتحمل المسؤوليه. بص انت عندك واحنا كلنا بقى كابتن خالد، احنا كلنا يا استاذ مرتضى برضو بيبقى لنا وجهه نظر، ممكن تطلع صح، لا هو في ممكن تطلع غلط، بنتناقش. يعني دلوقتي انا خبطتك في دماغك، عورتك يا احمد؟ لا احمد لا. انت مش بتكلمني احيانا كتيره في التليفون كتير طبعا عكس وجهه نظري طبعا، واحيانا كتيره باخد برايك وراي ايمن يونس وراي عم صحيح. خالد، اسال خالد حاجه كتيره. صحيح. انا راجل مش دكتاتور، لكن لما ناخد قرار الدكتاتور. تمام انا ديمقراطي في المناقشه، لكن لما قرار يتاخد لو السبب طلعت عرض خلاص قرار. لا هو القرار اتاخد، وكل الزملكاويه اعتقد ان هم في ظهر الجهاز وفي ظهر القرار. كلنا رايحين بكره يا احمد الماتش. شوف انا قلت لك فيريرا ده راجل مجرم. انا عايز اعرف فيريرا ده، سؤالي واضح، هو ما الام اللي جاب امه بنادي الزمالك الجزمه القديمه ده؟ انت فوقتني دلوقتي خلاص. عايز اعرف عشان جه زعلان على الزمالك وكده، صح؟ انا مش فاهم. ويا كريم حسن شحاته، يعني ايه الخبر العظيم اللي انت منزله عندك في قناه النهار ان فيريرا بينصح ميدو يمشي وزعلان على ميدو؟ هو مال امه؟ ما يحترم نفسه هذا الحقير اللي راح دوله حقيره اسمها قطر. انا عايز اقول لك بس حاجه على موضوع السبع دقايق. يمكن ناس كتير بتتكلم، حتى الزميل كريم حسن شحاته قال ان 7 دقايق كتير، جهاد جريشه حسب 7 دقايق كتير. فانا قلت للفريق العمل هاتولي الجون وقع من الثانيه كام للثانيه كام، ومن الثانيه كام للثانيه كام. طلع ان الجون فقط محمود حمدي فقط وقع 5 دقايق الا 20 ثانيه فقط، من غير تغييرات ولا انذارات ولا لعيب تاني وقع. في واثق من ميدو وحازم وكابتن محمد صلاح وعبد الحليم علي ومدحت في عدم الظلم دي بالذات. لان يعني هم بالذات ميدو وحازم امام وعبد الحليم علي، يعني دول لان انا عاشرتهم. لا شخصيات محترمه كلهم. يا استاذ الفاضل، الفريق كان فك، خد مني انا. حضرتك ما هو ده اللي مزعلني منك يا احمد، انت مش جوه، انا جوه. لا ما انا قلت يا استاذ مرتضى. لا بس حضرتك ما شفتش اول حلقه، هو قال يعني اداريا انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل. هو استاذ مرتضى حضرتك قلت ان الشخصيه مش قويه. يعني استاذ مرتضى، مش احنا متفقين ان حضرتك رئيس نادي الزمالك بتاخد القرار وان احنا ممكن نتفق ونختلف زي ما احنا عايزين، صح ولا لا؟ عايز اقول لك حاجه. هو في مشكله في مصر. هي المدرجات اللي كانت قايله للسقوط دي بقى لها 40 سنه. عندها قرار ازاله. كان في بني ادم يجرؤ يشيلها، اللي واحد اسمه مرتضى منصور. لا فاكر ايامها بقى على الفيسبوك انا الالتراس، وقلت لو راجل فيكو يقرب بوابه النادي هنلاقي هو ابوه وامه على الباب. حد قرب من البوابه؟ تعال شوف النادي دلوقتي عامل ازاي. خلي بالك انا كاعلامي، وانا هو زميل اعلامي، انا اعلامي زيه، بس انا لو مثلا فعلا ان ال7 دقايق بتوع الزمالك دول، وهو كمان زملكاوي يعني ابن كابتن حسن شحاته، ففعلا لو هم ما فيش وقت ضايع فعلا، وهو بيقول فعلا الحقيقه على ارض الواقع، فما حدش يقدر يتكلم. لكن اما يكون فعلا في 8 دقايق او 9 دقايق وقت ضايع ويقول لا 7 كتير، هنا بقى بيبقى اللغط يا سياده المستشار. يعني انا هجيبها صوت وصوره دلوقتي قدام الناس. انا عايز اقول لك حاجه، انت مش دخلت النادي لقيت اكبر حديقه اطفال باسم الكابتن حسن شحاته؟ صحيح. حد طلب مني اعمل دون؟ لا. انا مش بجامل حسن شحاته، ده حق حسن شحاته. بس للاسف الكابتن حسن شحاته كريم بتصرفاته واسلوبه بيكره الزملكاويه في حسن شحاته. انا عايز اجيب حسن شحاته، بس الناس هاجت عشان ازاي ده الراجل اللي ابنه بيشتم النادي كل يوم. خلي بالك. فمن فضلك يا اخي كريم مش هتكلم تاني، اهدى. طبعا ماتش امبارح بتاع النادي الاهلي بتاع 6 دقايق في الوقت الضايع، ولا الاهداف لما جت والاحتفال بيها. خالد هجيبها دلوقتي على الشاشه. ركز معايا. اتفضل. مركز اهو. بعض اعضاء النادي لما بيبقوش بيشتغلوا في النادي بيكرهوا النادي. مع احترامي الكابتن حسن شحاته احسن مدرب مصري في مصر. خلاص، بس لو كان بيدرب في الزمالك كريم كان يقول لك الزمالك ليه ربع ساعه وقت ضايع. اهدى يا كريم، اهدى يا كريم، اهدى يا كريم. اخر انذار ليك انت واسلام صادق. اهدوا انتوا الاثنين. طارق يحيى، انت راجل غلبت بضربات الجزاء المشكوك فيها واللي حصل، تمام؟ وطلعت قلت نادي الزمالك اللي رباك وعمل اسمك وانت جاي من الزمالك كلين ان نادي الزمالك دون لعيبته ما عندهاش روح، ما عندهمش روح رياضيه. تمام؟ انت قلت لي اعتذر مش قضيه. انتوا ليه بتغلطوا في النادي بتاعكم؟ انا اقدر عبد الحليم علي ده مش مشي؟ رجع ولا ما رجعش؟ رجع. ميدو رجع. مدحت رجع. لا هو بص يا سياده المستشار، انا موضوع كريم بالذات في حاجه، يعني انا صراحه لا، هو المفروض الاهلي كان ليه ربع ساعه وقت بدل ضايع، لان ايه جول؟ لا كان لازم يجي 3 جوال في شوق غريب
ولا ايه رايك يا كريم؟ ولا ايه رايك يا حبيبي؟ ها؟ والزمالك لا بس هو قال امبارح برضه ان 6 دقائق كتير. نعم؟ قال ان امبارح 6 دقائق كتير على الاهلي برضه، بس عشان يبقى فيه توازن. لكن انا بتكلم على طيب انا استاذ مرتضى عايز اسال حضرتك سؤال بس الناس كلها بتساله دلوقتي. دلوقتي بعد عمليات التغيير في جهاز فني عليه اجماع زملكاوي بقدر ما وعليه موافقه من حضرتك بتزكي هذا الجهاز. هل بقى هيكمل الجهاز ده للاخر؟ يعني هل هو الناس هي بتسال السؤال دوت؟ لان نتائج برضه هل الجهاز لان دلوقتي ميدو مثلا بكره ممكن الدنيا تخونه لا قدر الله مثلا. يا فندم ميدو اتغلب قبل كده وقعد. خلاص. وفريق اتغلب قبل كده في تونس 5 وقعد. صحيح. اذا حضرتك كرئيس نادي الزمالك بتقول ان الجهاز ده مكمل وانت في ظهره. انا بطلب بس حاجه وقلتها لهم النهارده. جهاز ولاعيبه اتقوا ربنا. اوعى تظلم تاني، اوعى تظلم واتقي ربنا جوه المستطيل وبره المستطيل. بص